طارق حسن الوكيل. طارق عمره ما وقع في الحب قبل كده، لكن أول ما جربه كان بالصدفة. هو شغال في شركة اتصالات، بيطلب منه في يوم من الأيام إنه يجيب بيانات واحدة اسمها سارة محمد المهدي. على الرغم إن ده مخالف لطبيعة الشغل، ولكن هيحقق التارجت اللي مطلوب منه في بيع الخطوط، فليه لأ؟ المهم بيكتشف فعلا مكانها، وبيقدر يتجسس على المكالمات بتاعتها، واكتشف كمان ان هي الشخصية ريهام صديقة البرنامج بتاع أسامة منير. بما ان طارق رومانسي فهو بيتابعه صدفة يعني. خلي بالك الصدف مالية السيناريو، وده عيب قاتل، لكن مش هندخل الموضوع ده عشان الفيلم ما يقعش مننا. أسامة منير كان هو توب الرومانسية والكلام عن الحب في الفترة دي. كان هو ملتقى العشاق، شاروخان العرب. بالحديث عن الأسطورة شاروخان هنرجع له كمان شوية. तू ही तो जन्नत मेरी. طارق بيجيب عنوانها زي ما قلنا، وبيروح لها البيت وبيلاقيها بترسم ومندمجة قوي، لكنها حطت الفرشة بتاعتها في مج القهوة، فبيحصل لها تسمم وبيغمى عليها، وطارق بينقذها بيوديها المستشفى. الحب أعمى. أول من نفى المقولة دي هو الكاتب جولي مور في كتابه لافز فيجن، رؤية الحب. قال إن الحب على نحو واقعي هو نوع من الإدراك، طريقة لرؤية العالم، والإدراك هو دايما مسألة محددة، لأن العامل المدرك موجود في زمان ومكان وحالة محددة. جولي مور صنف الحب الفكرتين، أولها إنك تحب شخص تاني، يعني إنك تضعه في مركز عالمك تماما زي إن الأرض بتدور حوالين الشمس. وتاني حاجة إن الحب بيضيء الأشياء اللي كنا عميان عنها قبل كده، فبنبدأ بإدراك العالم في هذا الضوء. وبتبدأ رحلة حب لطارق لأول مرة. طارق بيحاول بكل الطرق انه يجذب انتباهها عن طريق مراقبة مكالمات، بيعرف هي فين وبيحاول يوصل لها بمساعدة طبعا صديقه معتز، بما انه خبرة في المواضيع دي، وعرف انها هتروح تحضر حفلة تكريم لمدرستها القديمة، فقرر يروح هو معتز. وبيدخل الحفلة باسم عمر ابو الوفا. عمر ابو الوفا طالب مجتهد وسافر امريكا، ومحدش عارف شكله من بعد ما سافر، فالامور مشيت يعني عديها. المهم سارة بتعرفه على انه عمر مش طارق، وهنا بتبدأ أول كذبة في قصة الحب. الحقيقة الكذب في العلاقات أوقات كتيرة بيخليها تنتهي أو تكمل لحد معين، لكن لحظة ما بيبان حقيقة الكذب بيتدمر كل حاجة اتبنت عليها العلاقة دي. ايه الفايدة؟ اي نعم كسبت صداقة او حب من نوع ما، لكن انت قدام نفسك عارف ان في حاجة غلط، وفي النهاية محدش بيتأذي غيرك انت، لانك بنيت كل حاجة على الكذبة دي. ايه اللي يخلي راج يختار الكذب لنجاح علاقته مع تامي؟ هل تامي ما كانتش هتقدر سعيه ده مثلا؟ او هو خايف يبان عكس طبيعته، خايف من حقيقة ان دي ما تكونش طبيعته اصلا، زي طارق ما اختار انه يبقى عمر ابو الوفا. للأسف الحب ليه صورة محبطة جدا عند الناس، مع انه ممكن يكون العامل الاساسي لاستمرار الحياة على الكوكب اللي احنا عايشين فيه ده. كلمة زي بحبك او بحبك تبدو بالنسبة لي لطيفة ومعبرة، لكن الصورة النهائية اللي وصلنا بيها محبطة ومخيبة للأمال وتقليدية وقديمة وجافة جدا. كلمة بحب مختلفة جدا عن كلمة بحبك، لأن الكاف اللي في الآخر دي بتزود من حدة الكلمة وأهميتها. بالمناسبة استخدام كلمة بحبك في البيوت العربية فهي محدودة جدا. الكلمة تبدو صعبة جدا وتقيلة على القلب، وكتير من الآباء والأمهات مش بيقولوها لأولادهم لأن في وسائل تانية للتعبير، وده للأسف غلط. لو حطينا كلمة بحبك على سكيل من 1 ل10، حيث 1 تعني إني لا أنصح باستخدامها تماما، و10 معناها إنك تقول الكلمة دي كل يوم وكل ساعة للناس اللي حواليك، فكلمة بحبك هتاخد 6/10. الكدبة الواحدة بيتبني عليها كدب كتير. طارق أقصد عمر فعلا قرب من سارة وبدأ ينشأ حب بينهم، وتعرف على العيلة بصفة المهندس عمر أبو الوفا، اللي والد سارة طلب منه يصمم له حاجة عنده. ما هي مش فارقة بقى بجملة الكذب جت على دي. طارق بيخبي على فادي انه لقى سارة اللي بيدور عليها. اصلا اللاين بتاع فادي ده غبي قوي، وجوده غير منطقي من الاساس، في استسهال في الكتابة بشكل واضح قوي، ولكن عادي كله بيعدي. فادي ما بيسكتش وبيعرف ان طارق مخبي عنه سارة، فبيروح لسارة العزبة بتاعتهم وبيقابل سارة، وبيعرف ان دي اللي مش بيدور عليها، لكنه بيقول لها على حقيقة عمر ابو الوفا، وان اسمه الحقيقي طارق. مية عشان شرقت. وبينفصلوا كالعادة. للأسف ده حب غير صادق، ده حب كليشيه، مع كل ما طب يقعوا، وده ما ينفعش. وبعيدا عن الحب اللزج الكليشيه اللي بنشوفه في أغلب الأفلام اللي بيصيب بالكشعريرة، في نوع تاني أصدق بكتير. فيلم In the Mood for Love. تشان بتحب تشاو
لكن في شيء بيمنع الحب ده. احنا قدام معالجة عظيمة لشخصيتين بتعيش حالة متكونة مش في مرحلة التكوين، تجمع بينهم صدفة وقدر مرسوم بدقة. الحب في افلام وونج كار واي مش الحب المتولد من المشاعر والاحاسيس والاوقات الجميلة. الحب المتولد في افلامه بيكون من الالم من مشاكلنا. الحب بيكون ناتج الخبرات والصدمات اللي بنعرفها وبنلاقيها في حياتنا. والحب اللي بيتولد من الحاجات دي بيكون حب أرقى من كل شيء، بيكون حب فيه العقل والقلب واحد، مش بيفوز فيه حد على التاني. فيلم ذا مود فور لاف عن الحب الصحيح في الوقت الغلط، والانتقام اللي بنفكر بيه لانتزاع الحق فبنلاقيه باطل. وفيلم أشورت فيلم أباوت لاف، حب من طرف واحد. توميك بيحب ماجدة، وماجدة فاكرة ان حب شاب صغير زي توميك ليها غرضه علاقة شهوانية بحتة. هي مش فاهمة يعني ايه حب صادق اصلا. بيقدم لنا كشلوفسكي درس بليغ في كيفية الحب والمحافظة عليه قبل ما يفوت الأوان. بيقدم لنا نقد بالغ الرقة للتضييق على مفهوم الحب اللي بيشوفه المجتمع المادي على إنه علاقة شهوانية وبس. حتى الغرب بقى يسموا العلاقة دي ممارسة الحب، وبكده يتحول الحب بكل ما يحمله من معاني وأحاسيس ومشاعر إلى مجرد علاقة بتنتهي بالرغبة الشهوانية دي. يا أخي شايف الأفلام؟ ما علينا، نرجع للحب بتاعنا. طارق ما بيتخلاش عن حبه وبيستمر في سعيه انه يرجع لسارة، لكن بيعرف انها اتخطبت لابن خالتها فبيروح لها البيت وبيطلع في المارينا اللي على العمارة رغم انه عنده فوبيا مرتفعات، وبيشوف سارة وبتشتغل اغنية تامر حسني. وبيقع طارق لحظة انهيار كل شيء وبيدخل المستشفى. إذا أردت شيئا بشدة فاطلق سراحه، فإن عاد إليك فهو ملك لك إلى الأبد، وإن لم يعد فهو لم يكن لك من البداية. سارة بتهرب وبترجع لطارق، وبيكملوا باقي حياتهم مع بعض في حب وسعادة رغم انها شك يعني. باختصار كلمة بحبك هي كلمة اوفر ريتد في مواضع كتير واندر ريتد جدا في مواضع اخرى. ليها معاني واستخدامات كتيرة، شديدة اللذوذة احيانا وشديدة الصدق والاهمية في اوقات تانية. مش ضروري تستخدمها، لكن لو استخدمتها بشكل صحيح ده هيحسن من شكل وجودة الكوكب اللي احنا عايشين فيه. وكون ان اللغة العربية خلت كلمة بحبك كلمة واحدة لازق فيها الحب وانت والشخص اللي بتحبه، هذا خلاها كلمة اقوى بكتير من I love you اللي بالانجليش مثلا. I love you. 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 I love you.